شغال المايك؟ انا دكتور مصطفى قمر، استاذ في قسم الفلك. لو تخيلنا الكون الكبير قوي، وابتدينا نزقه من كذا ناحيه، من فوق ومن تحت ومن يمين ومن شمال، نزقه من كل ناحيه، نحاول نفعصه كده وندخله في كيس بلاستيك، غالبا مش هيخش، لان الكون كبير قوي، كيس البلاستيك صغير. فازاي انت عايز تدخل حاجه كبيره جوه حاجه صغيره؟ مش هينفع. لو دخل جوه هيقطع الكيس. من اخطر القصص اللي بتلهمني هي روسيا لما الاتحاد السوفيتي لما طلع الكلب الفضاء، مدوا الكلب طلع، وبعدين نزل تاني، حطوا الكلب كده في النص، وبعدين وقفوا زي دايره حواليه وبعدين سألوا الكلب، قالوا له انت لما كنت في الفضاء في المكان البعيد ده سمعت ايه؟ حين الكلب سكت شويه كده وعمل يقول لهم بالنسبه لي دي بتبقى الحاجات اللي تخليني عايز ادرس فلك. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. في الحقيقة إن الكون بتاعنا ما يفرقش كتير عن المسلسلات الرمضانية، غير إننا نعرف عن آخر حلقة أكتر ما نعرف عن أول حلقة. أنا مش عايز أفاجئك وأقول لك إن إحنا ممكن نكون ما نعرفش إذا كان في حلقة في الأول ولا لأ. تخيل العالم كده بيشوف مسلسل ومش مستني يعرف البطل عاش ولا مات في آخر حلقة، ده إحنا عايزين نعرف البطل اتولد ولا لأ. أنت متخيل؟ كان يماجن؟ عموما دي الأسئلة اللي كانت ولا زالت بتشغل علماء الكوزمولوجي، علم الكونيات. في عشرينات القرن الماضي العالم الجليل ألبرت أينشتاين يطلع بمعادلات اللي بتوصف النسبية العامة. النظرية دي بتوصف الكون بتاعنا على انه معمول من شبكة. الشبكة دي هي اللي بتعمل ظاهرة الجاذبية. انا عارف ان انا قلت الحتة دي كتير، بس مفيش حاجة بتشد حاجة تانية. كوكب الارض مش بيشدنا، مفيش حد بيشد حد. في شبكة زمكان بتتني لما يبقى عليها كتلة فتخلي الحاجات تقع عليها. مفيش حد بيشد زي ما موجود في الفيديو. خليني اقول لك ان اكتشاف زي ده كان عظيم، بس عايزك تتخيل كده لو كل حاجة بتبقى موجودة على الشبكة بكتلة بتوقعها. الله، طب ما الكون لو هو كله معمول من الشبكة هيبتدي يقع على بعضه، الكون هينهار على نفسه ويتطربق. الفكرة دي خليني اقول لك ما كانتش عاجبة اينشتاين يحب الاستقرار. وبيني وبينك طب ما انت عندك الكون اهو بقى له 14 مليار سنة وما انهارش على نفسه، ثابت مكانه. المهم اينشتاين قعد يفكر وقام قايل لك وبص كده في المعادلات بتاعت النسبية وقام قايل انا هحط حاجة اسمها كوزمولوجيكال كونستانت. دي حاجة في المعادلة عشان تسند الكون وتعاكس هذا الانكماش اللي جاي بسبب الجاذبية، وحاجة في منتهى اردم شرخ الحيطة بسولو تيب. والحقيقة ان اينشتاين هيكتشف بعد كده ان دي كانت واحدة من اكبر غلطات حياته، وبعد كده هيكتشف ان هي صح باكتشاف الدارك انرجي. بس ما علينا، دي قصة تانية. طبعا بعمل زي ده ايه هو ان نخش في المعادلات ونحط حاجات من عندنا. احنا بنلعب في القوانين بتاعة الفيزياء، ما كل واحد يحترم نفسه. طبعا لما شافوا هذا الكلام قال لك ايه يا عم الكلام ده، مش كل الناس بلعت الحكاية. انت اينشتاين عالم كبير على عيني وعلى راسي. ناس زي طالب الفيزياء الروسي الكسندر فراجمان والنص قسيس نص فيزيائي جورج ليماتر كانوا شايفين ان احنا مش هنقعد نخترع، احنا نمشي ورا المعادلات بتاعتنا وما نغيرش او ما نلعبش فيها الا لما يبقى عندي تجربه واضحه وصريحه او اوبزرفيشن، مشاهده معينه بتغلط هذا الكلام. والاثنين من خلال اعمالهم بينوا ان المعادلات بتسمح بكذا سيناريو. الكون ممكن يكون بيضم على نفسه وبيصغر، بس ممكن برضه شوف الحته دي لو كان بادئ في الاول في حاله تمدد سريعه يقعد يكبر ويفرش، حتى لو كانت الجاذبيه بتعكسه بتحاول تخليه على بعضه، زي بالظبط اللي بيحصل لما ترمي حاجه لفوق، الجاذبيه في الاخر بترجعها تاني. بس كل ما كانت الرميه اقوى كل ما الجاذبيه بتاخد وقت اطول على بال ما تحاول ترجعها. ولو رميتها بسرعه عاليه كفايه زي اللي بيحصل في الصواريخ والاقمار الصناعيه، اللي رميته هيغلب الجاذبيه ومش هيرجع تاني. الجاذبيه رجعتها، شكرا يا جاذبيه، ثانك يو جرافيتي. على فكره بناخد الجاذبيه دي فور جرانتد والله العظيم. احنا كان ممكن نرمي الحاجات كده وبعد كده تفضل ماشيه فوق، لكن لولا الجاذبيه الحاجات دي بترجع لنا فور جرانتد. وبكده بنظره فراجمان وليماتر المعادلات الكون دايما في حاله تغير، ممكن يتمدد حتى لو الجاذبيه بتعكسه، وممكن يصغر بس ما ينفعش يفضل ثابت. وشيل لي بقى الكوزمولوجيكال كونستانت بتاعتك دي اصلا من هنا. لحد كده الموضوع كله كلام على ورق وشويه مستندات، القوانين اللي احنا نعرفها، المعادلات بتاعتنا تسمح بايه وما تسمحش بايه، لحد ما يظهر اول دليل وياخدنا من عوالم المسموح لبدروم المحتمل. احب اقعد في البدروم.
الدليل كان جاي من دراسه ادوين هابل وعلماء فلك غيره للنور اللي جاي من مجرات بعيده. النور اللي بيبقى جاي من نجوم في المجره لما بناخده كده ونفككه الوان عن طريق تحليل الاطياف بنلاقي ان اللون كده ببساطه شديده متشفت احمر شويه، كارف احمر. ما هو بيقول لي يا عم ما تدقش يمكن في مشكله تعطل ولا حاجه وهو جاي من هناك. اقول له اصبر عليا، معنى الكلام ده ممكن يبقى خطير، خاصة ان كل الالوان كانت كارفة احمر. الفكرة ان اللي احنا بنشوفه لون هو عبارة عن طول موجي معين لموجات كهرومغناطيسية ضوء. كل ما قصرت الطول الموجي تلاقي النور بيميل للازرق، وكل ما كانت الموجة مفرودة تطلع وتنزل براحتها على الهادي كل ما كان اللون اكثر حمار. العب في طول الموجة اللون يتغير. دلوقتي تخيل امواج من النور جاية من مجرة بعيدة، لو الكون بيتمدد وبيوسع الموجة هتفضل تتمدد وتطول في طريقها ليك لحد ما توصلك لونها اكثر حمارا من اللون اللي كانت خارجه بيه. مش بس كده، كل ما كانت المجره ابعد كل ما الموجه هتقضي وقت اطول في طريقها ليك، وكل ما هتكون اتمددت اكتر واحمرت اكتر واكتر. وده بالظبط اللي هابل لقاه. مش بس ان المجرات البعيده بتبان محمره، ولكن كل ما كانت المجره بعيده اكتر كل ما كانت محمره اكتر. المعادلات كانت صح، معادلات النسبيه كانت صح من غير اي تعديلات، من غير الكوزمولوجيكال كونستانت بتاعتك يا شوشو. وشخبطه الورق والمستندات قدرت توصل وتشرح حركات المجرات. الكون ديناميكي متغير بيتمدد وبيتوسع في كل حته، ده اللي هابل لقاه. ودلوقتي معانا الدليل. وشويه شخبطه ورق قدرت توصف حركه مجرات بيننا وبينها مسافات ما يستوعبهاش خيال. الكون المتمدد ده قسم المجتمع العلمي لنصين. فرقه وكان منها ليميت شافت ان الكون بيكبر مع الوقت، فانت لو رجعت بشريط الاحداث لورا كده ريوايند الكون هيبتدي يصغر. فكر فيها، هو مش بيتمدد؟ اكيد في مرحله من المراحل كان صغير جدا 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 لدرجه ان هو كان نقطه، والنقطه دي بدا من عندها كل حاجه. ولاماتر كان شايف ان الكون له بدايه. الفريق الثاني واللي كان ابرزهم فريد هويل كان شايف ان الكون على عكس ما لاماتر شايف مش شرط يكون له بدايه رغم التمدد اللي احنا شفناه اللي هابل شافه، وان كل ما الكون بيفرش ومجراته تبعد ممكن تتولد فيه مجرات جديده بحيث ان كثافه المجرات ما تقلش مع الوقت. الكون يفضل ابدي موجود منذ لا بدايه وباقي حتى لا نهايه، وما بين لا نهايتين هو قاعد في النص كده. الخناق الفكري ما بين فرقتين كان محتدم لدرجه ان حصل سرسوب كده صغير بره حجر المجرات الاكاديميه وسمع في اوساط العوام في الشارع. وكان مثلا الفاتيكان بتأيد نظريه عن الثانيه، وكان في لقاءات صحفيه وراديو. النهارده مثلا احنا بنسمي نظريه بدايه الكون بالانفجار الاعظم، واللي هي كانت اساسا سفه هو اللي كان عاملها في احد اللقاءات على كلام لمات. ايه معلش الكون اللي كان صغير وتضخم ده هو ايه التهاب؟ اللي عايز اقوله يعني ان دي كانت قضيه بتشغل الراي العام، وده بيخلينا بما اننا يعني راي عام نسال السؤال بعد ما عرفنا هذه المعلومات الشيقه مني: هل الكون له بدايه ولا ازلي؟ مع ان احنا طبعا عارفين الاجابه، بس برضه هنبتدي نسال عشان نبتدي ايه نحرك مجرى الحلقه، ما نوقفش كده. احنا عارفين الاجابه في الاخر هتطلع ايه، لكن هنسال السؤال وننتظر الاجابه، وننتظر واحده من ألمع القصص واهم القصص في تاريخ الفيزياء، قصه بنزياس وويلسون في معامل بيل. معامل بيل معامل لطيفه جدا، دايما بيبحثوا في ابحاث ملهاش اي لازمه، ما تعرفش كده لازمتها ايه على المدى القريب، لكن الابحاث اللي ملهاش لازمه دهيت طلعت تقريبا 7 جوائز نوبل. والقصه اللي هحكيها لكم النهارده هي قصه واحده من هذه الجوائز. 2 من علماء الفلك اللي كانوا شغالين في بيل لابس، ويلسون وبنزياس، سمحت ليهم الشركه يستعملوا اريال كبير من الانتنز بتاعه شركه الاتصالات عشان يستكشفوا بيها السماء والمجرات في وقتهم الفاضي. الحكايه تبان بسيطه جدا وسهله، هنوجه البتاع بتاعنا للفضاء اللي هو موجود في كل حته وهدوء والدنيا لطيفه ومفيش اي مشاكل. بس بعيد عنك ربنا يرزقهم بغلوشه تطلع عين اهاليهم، يعملوا كل حاجه، يغيروا الاتجاه برضه في غلوشه، يفحصوا الاريال حته حته وسنتي سنتي برضه في غلوشه، يلاقوا حمامه ليها عش على طبق استقبال الاريال يشيلوها وينظفوا مكانها. ايه بقى المشكله هتحل بقى ولا ايه؟ برضه في غلوشه. طب ما يمكن ده الاختبار النووي اللي كان معمول في هاواي قريب، بس كان بيختفي، كان بيديكاي. هل هم عشان كانوا قريبين من مدينه نيويورك يوجهوا الانتنه لنيويورك ويبعدوها عن نيويورك وبرضه نفس الغلوشه في الناحيتين، وتستمر هذه الغلوشه لسنين لحد كده ما في كاجوال ديسكشن يسمعوا عن ورقه هتتنشر ممكن تكون بتشرح ايه الغلوشه دي. فريق اللي نشر الورقه دي يطلع من المولد بلا حمص، والغلوشه البسيطه دي تكسب بنزياس وويلسون جائزه نوبل سنه 1978. اللطيف
ان دينيس اوفربوي في كتابه Lonely Hearts of the Cosmos لما كتب عن بنزياس وويلسون كان بيقول ان neither بنزياس nor ويلسون understood the significance of their discovery until they read about it in the New York Times. متخيل انت تعمل اكتشاف يكسبك جائزة نوبل ما تفهمش الاكتشاف ده ايه اهميته غير لما تقرا عنه في الاهرام ولا في اليوم السابع. خلينا تعمل اكتشاف اللي تقريبا بيدي ثقل واهميه للنظريه اللي بتقول ان في بدايه للكون، ان الكون اتولد، الكون اللي احنا شايفينه ده له بدايه. ده سؤال مهم جدا. ويعني الراجل بتاع برينستون والفريق بتاعه ما كسبوش حاجه خالص، بس كسبوا احترام وتعاطف الناس زي وونز سيمباثي. حتى انا مش متعاطف معاه. واحد بيسالني ايه اللي كان موجود في جريده نيويورك تايمز وقتها، احب اقول له انا هقول لك دلوقتي، مش هقول لك اللي موجود في الجريده، بس انا هقول لك ايه اهميه هذا الاكتشاف. شوف انا فاهم هذا الاكتشاف وهم ما كانوش فاهمينه، هم ياخدوا نوبل وانا ما اخدش، مش مشكله. مش اول مره ابقى فاهم حاجات خدت نوبل وما اخدهاش. اللي هو الجماعه دول يطول شرح، بس ببساطه شديده الكون لو كان له بدايه وبيوسع وبيبرد وهو بيوسع، يبقى في بدايته كان غالبا مكان سخن جدا. من كتر السخونه مش بس المجرات والنجوم ما كانوش عارفين يتكونوا، كانت سخنه جدا، حتى الذرات ما كانتش عارفه تتكون من السخونه. العلماء بيشبهوا اللي كان حاصل جوه ده بالشوربه، الدنيا سخنه وكله متبعتر وعايم، الكترونيه هنا بروتونيه هناك، والضوء بقى من كتر بقى الزحمه والدوشه دي عمال يخبط هنا يخبط هنا يخبط هنا، مش عارف يتحرك براحته. ده الدنيا زحمه وقافله ومش عارف ايه وكله متبعتر. بس لما الكون فضل يتوسع ووصل عمره ل 300,000 سنه، تمت 300,000 سنه، عملنا له هابي بيرث داي تو يو. درجه حراره الكون نزلت ل 3000 درجه، لسه درجه عاليه جدا طبعا، سخنه جدا، بس ده كان كافي ان الذرات تبتدي تتكون وتتعمل. ابتدى نشوف بروتونيه وتيجي بقى الالكترونيه، فابتدوا يخشوا مع بعضهم يعملوا كده، كانت ما عادش فيه الهرجله، فابتدى الدنيا تبقى واسعه، فالضوء ما عادش بيخبط بقى، خلاص في مكان فاضي، ابتدى يمشي لحال سبيله في انحاء الكون المتوسع. وكل ما الكون يتوسع كل ما طول الموج بتاع الضوء يطول ويبرد لحد ما درجة حرارته توصل ل 2.7 كلفن، نفس اللي كنا متوقعينه بالمعادلات بتاعتنا. لو كان الكون فعلا عنده 13 مليار سنة، الضوء ده اللي هو شعاع مايكرويف، مش المايكرويف طبعا القلشة اللطيفة دي، لكن هو اسمه مايكرويف عشان هو ابتدى يطول قوي، فابتدى يبقى كده مايكرويف لحد ما يبقى في اخر السبيكترم خالص يبقى راديو ويفز. هي دي الدوشة اللي كانت بتشوش على بنزياس وويلسون. ده الكوزميك مايكرويف راديشن. دي كانت فوتونات ضوء جايه من الماضي، حفريات ضوئيه جايه من لما كان الكون عنده تقريبا 300,000 سنه، حفريات ضوئيه بتقول لنا ان الكون كان له بدايه، وان بطل المسلسل بتاعنا اتولد، وكانت ولاده عظيمه لانه كان انفجار عظيم، مش انفجار حرفيا بس تقدر تقول ان هو توسع حصل من مليارات السنين وما زال بيحصل، وبيخلي الكون ابرد. البروده اللي سمحت للذرات ان هي تتكون وتكون نجوم ومجرات، ويمشي حوالين النجوم دي كواكب يكون عليها بشر بيحكوا حكايات عن نفسهم ويحولوها مسلسلات. ولو عايز تتفرج على اهم مسلسل بدايه الكل حاجه من غير اشتراكات او نتفليكس، افتح التلفزيون واسمع الغلوشه دي فيها من الكوزميك باك جراوند راديشن، النور اللي جاي من بدايه الكون. ازيك يا نور، عامل ايه الاخبار يا حبيبي؟ كل تمام؟ بس لسه اصله واصل من المجره من درب التبانه. ايه الاخبار، عاملين ايه هناك الشباب؟ كل تمام؟ الفوتونات فوتونات فاتنات. عموما اخيرا ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت، تنتظرنا الاسبوع الجاي تشوف الحلقه الجديده، تنزل تبص على المصادر. لو انت على اليوتيوب تشترك على القناه، انت ممكن تستضيفه عندك، افتح التلفزيون اتفرج عليه.